السلام عليكم. النهارده هنعمل بسله وشويه رز وشويه قلقاس وشويه لسان عصفور مع بتنجان طبعا مخلل، اللي عايز مخلل على السلطه يعمل اللي هو عايزه يعني. انا عندي هنا بسله اهي، فصصتها وغسلتها وخرطت عليها الجزر، وادي دي البصله بتاعت البسله، وديت اشوحها كده احمرها، وادي الشوربه اهي على النار كده بتستوي. حطيت عليها بصله وملح وفلفل وورق لورا. حمر بقى البصله كده اهي، البصله اهي ابتدت تحمر. انا مش محمراها جامد على فكره، هي طالعه في الكاميرا حمرا شويه، بس لا هي لسه بس كده. انا بحب احط على البسله برضو فصين توم، فصين 3 وملح وفلفل توم كده، تقلبيهم مع البصله بيدي ريحه حلوه قوي، تديها تشويحه ريحه التوم تطلع اهي. تحط عليها بقى الصلصه اهي وعليها شويه بابريكا. بسم الله. انا حطيت بابريكا عشان خاطر الطماطم فاتحه شويه وهي بتديها لون حلو. هسيبها بقى تاخد غلوتين وبعدين احط عليها البسله يتسبكوا مع بعض. انا هنا اهو بحمر الشعريه اهي بتحمر. ادي الصلصه اهي غلوت كام غلوه، غليت كام غلوه. هحط عليها بقى البسله يتسبكوا مع بعض. برضه البسله اهي بسم الله الرحمن الرحيم. اسيبهم بقى مع بعض لغايه ما يتسبكوا، بعدين ازودهم. عايزه تزوديهم شوربه زودي، عايزه تزودي ميه زودي. البسله اهي اتسبكت مع الطماطم اهي. ازودها بقى شويه ميه او شويه شوربه تاخد غلوتين مع بعض ونطفي عليها. بسم الله. مش كتير، متحطش ميه كتير او شوربه كتير، صغيرين كمان بس كده. بس خليها بقى تاخد غلوتين واطفي عليها. وادي الرز اهو خلاص اطفي عليه هو كمان استوى. وادي الفراخ كمان استوت، هطلعها عشان اسيبها تهدى وبعدين احمرها. ادي البتنجان كمان قليت اهو، وانا واقفه انا بحط كل حاجه على عين عشان اخلص على طول وكله بيخلص مع بعض. البسله كده خلاص اهي اتسبكت اهي. هطفي عليها بقى وهحط فيها القلقاس ده. انا كنت مفرزاه، ده اخر كان كيس عندي خلاص. انا حطيت الليمون عشان ما يمزلقش كده. انا هحطه بقى يفك مع نفسه واسيبه يستوي وبعدين احط عليه السلق بتاعه. هنا القلقاس استوى، وده السلق اللي انا مفرزاه برضو. انا كل كيس بعمل معاه الكيس بتاع السلق. بعد ما بعمل كميه بقسمهم في اكياس واحطهم في الفريزر. هاخد بقى ايه، ياخد غلوتين معاه واطفي عليه. دي بقى تفك كده مع نفسها بعدين اطفي. هنا الفراخ اهي بحمرها. هنا ادي شوربه لسان عصفور اهي، احنا بنحب نحط عليها صلصه بتديها طعم حلو. ادي القلقاس اهو طفيت عليه، شوف جميل ازاي، والسلق بتاعه جميل بالهنا والشفا. ادي الفراخ حمرتها وبرش عليها بعد ما بحمرها وبطلعها، بحط عليها شويه ملح فلفل اسود بتبقى جميله جدا. وادي البتنجان اهو. انا عملت البسله اهي مسبكه وجميله اهي، وعملت رز وعملت لسان عصفور، وملك السفرة طبعا الفراخ والقلقاس. مش السلق عليه جميل ازاي. وادي البتنجان المخلل اللي انا عملته. وادي البتنجان اهو. بصراحة انا بنحب البتنجان اكتر حاجة جنب الخضار. وبالهنا والشفا، ويا رب يكون الاكل عجبكم.